وأن هذا الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالسن ولا يعرف بالمكانة، إنما يعرف بالدلائل. فإذا جاء الدليل فيدور معه المرء حيثما دارت ركائبه ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، لأن الله عز وجل تعبدنا بتقديس النصوص، كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع هذه الأمة، كما قال عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيره. هذا ما أمرنا به. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والحق يعرف بدلائله. وقلت لا يعرف بالسن، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وخالف الشيخين شيخ الإسلام أبا بكر وعمر لما سئل رضي الله عنهما عن متعة الحج، فقال رضي الله عنهما: سنة. فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها. فلم يخشى صوتة الشيخين، معه الدليل، ومن كان معه الدليل فمن يخشى معه الدليل، فلم يخشى صوتة الشيخين. قالوا: أبو بكر وعمر ينهيان عنها. فقال كلمته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله، تقول قال أبو بكر قال عمر. أي ما بقي قول أحد مع قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وعلى هذا سار أهل العلم، كان إذا جاءهم الدليل لم يلتفتوا إلى أحد خالفه كائنا من كان، بل كانوا يفتخرون ويتحكمون ويتحاكمون إلى الدليل. فقد قيل لأشهب وقد خالف مالكا في مسألة ما، فقيل له إن مالكا قال كذا وكذا، فقال: لسنا ممالك لمالك. وهكذا كان أهل الأندلس، كانوا خالفوا مالكا في مسائل كثيرة وكانوا يقولون ليس مماليك لمالك. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: أريد أن أكتب في الرأي، فقال: لا تفعل، عليك بالآثار. فقال ابن مبارك كتب فيه، فقال أحمد: إن ابن مبارك لم ينزل من السماء. مالك رحمة الله عليه خلف تلميذا الشافعي، والشافعي تلميذ الإمام مالك، وقد خالفه في مسائل كثيرة جدا، حتى كتب كتابا سماه الاختلاف عن مالك، وهو مذكور في كتاب الأم. ومن يقرأ كتاب الأم للشافعي فأكثر مسائله تجده الخلاف بينه وبين مالك، وهو شيخه. ثم جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه فخالف شيخه والشافعي، فالشافعي شيخه، الشافعي خالف مالكا وأحمد خالف الشافعي، وهذا هو العلم، رحم بين إخوانه. فما نقم مالك من الشافعي وما أنكر الشافعي على أحمد وقال: لابد أن تتبعني وأن تتقيد بقولي، فما قال هذا. ثم جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فخالف الأئمة الأربعة، وله مسائل كثيرة جدا خالف فيها إجماع المدعى. فهناك مسائل كثيرة جدا دعي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهدم هذا الإجماع ونقضه وبين على أن الحق خلافه. ومن أشهر هذه المسائل مسألة الطلاق الثلاث. من طلق، إذا طلق الرجل زوجه ثلاثة في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول: أنت طالق ثلاثا، فحكي إجماع على أنه يقع الطلاق ثلاثا، فتبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فجاء الشيخ الإسلام ابن تيمية وألف في مؤلفات وقال: الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، فنكل وعذب وسجن حتى مات في السجن وما تراجع عن رأيه، بل هدم بعض الأصول لبعض المذاهب. تدري ايش معنى أصل ينبني عليه فروع كثيرة، بمعنى إذا كان الأصل غير صحيح، أصل غير صحيح، يعني أن الفروع المنبثقة والمتفرعة عنه غير صحيحة، فليس من السهل أن تهدم أصلا. ومع ذلك الشيخ ابن تيمية ناقش أصول بعض الأئمة وبين أنها مجانبة للصواب ومخالفة لكتاب السنة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.